السلام عليكم. طبعا من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنتكلم فيها طبعا الجبس هنا طالع بونش اثاث. خلاص ليه الونش ده وليكن ب 2200 جنيه تقريبا يعني. خلاص انا عشان اجيبه عمال يطلعوا الجبس بالصاج بالكلام ده كله هياخد منك كام؟ هياخد منك 1000 ونص 1700 جنيه. يعني وفرت ايه؟ وفرت 700 800 جنيه. بس طبعا السلم مش احسن حاجه وضيق وهيكسر السوك بتاعت للوحدي. خلاص فاللي احنا بنعمله ده يعني بنتكلم في زياده 700 800 جنيه في مقابل ايه؟ في مقابل ان انا حافظت على الالواح بتاعتي، هتركب فوق سليمه، السوكه سليمه زي الفل ما شاء الله. خلاص طبعا مش عايزين ننسى نبص على تاريخ الانتاج، هو فين الناحيه الثانيه. خلاص طبعا بنتكلم في 26 واحد تقريبا، 26 واحد، والنهارده كام؟ النهارده 1 2 يعني. فكل الكلام طبعا بيفرق معانا. خلاص ما لحقش لسه يترطب من الجو ولا يحصل له اي مشاكل. فالخلاصه ان الفيديو ده احنا عاملينه علشان نقول ان احنا يعني تكلفه بسيطه او فرق تكلفه بسيط بس هيفرق معاك في شغلك وهيفرق معاك في تقفيلك وهيفرق معاك في جودتك. تفصيله صغيره بس مهمه. ودايما بنقول الغالي رخيص، فمش عايزين نسترخص في الحاجات البسيطه دي اللي هي بالفعل بتفرق معانا في جوده الشغل. يلا يومكم جميل وتابعونا ان شاء الله عشان كل يوم تعرفوا جديد عن التشطيبات. السلام عليكم.